بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. تعالوا النهارده نعمل وصفة جميلة جدا مع بعض. هنعمل طاجن ورق العنب باللحمة. الطاجن ده النهارده انا عاملاه بحوالي ربع كيلو لحمة، ما كترناش. وطاجن رائع جدا وصنف كده تقدري تحطيه في العزومات عندك في رمضان، وخفيف جدا واللحمة معاه جوسي وحاجة جنان. يلا كده نشوف مع بعض الوصفة. بس لو أول مرة بتشوفوا قناتي متنسوش تضغطوا على الزر الأحمر تحت الفيديو ولايك في آخر الفيديو لو عجبكم الفيديو إن شاء الله، وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا حلوين. حته قطعة اللحمة اللي انتوا شايفينها دي حوالي ربع كيلو لحمة، مش كتير. ممكن نعمل بربع كيلو طاجن لحمة، هنعمل أحلى طاجن ورق العنب باللحمة. زي ما انتوا شايفين كده، والله دي قطعة حوالي ربع كيلو. قطعتها رقيقة كده زي ما انتوا شايفين، طرنشات خفيفة شوية كده زي ما انتوا شايفين السمك بتاعها رقيقة جدا. وادي ورق العنب حوالي نص كيلو ورق عنب، انا غسلته وكبيت عليه مية سخنة كده بالكاتل دقايق كده، ما سلقتوش على النار. وجهزت معايا الصلصة والرز، غسلته بصلة واحدة مقطعة طرنشات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنعمل ايه مع بعض كده؟ بسم الله كده وعلى بركة الله. يلا نبدأ الوصفة بتاعتنا. هنجيب معلقة سمنة، اي نوع سمنة او زيت مش هتفرق، المهم اي مادة دهنية. بعد كده هننزل باللحمة. هنعمل النهاردة تكات كده مميزة جدا، هتخلي طعم اللحمة جوسي كده وهتودي طعم الطاجن في حتة تانية وجميلة جدا وهتعجبكم بأقل الإمكانيات. زي ايه حلوين زي ما انتوا شايفين كده، أنا عاملة الصنف ده جنب فعلا أصناف تانية، لكنه صنف مميز جدا على الفطار، خصوصا لما يكون عندنا عزومات. بعد كده ايه، حطيت اللحمة في السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقعد نقلبها كده نشوحها كده مع بعضها. مش هتطول معانا يا حلوين على النار عشان تحتفظ بالمية اللي فيها شوية. يدوب هنقلبها تقلبتين كده لغاية ما لونها يغير معانا. احنا كده هنديلها صدمة بس عشان تستوي معانا بسرعة، وفي نفس الوقت بتطلع طعم اللحمة كده جوسي كده وطعمه جميل جدا. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده هنقلبها تقلبتين كده. بعد كده هنديها رشة فلفل اسود صغيرة. لا، الطريقة دي لو جربتوها واعتمدتوها في الطاجن الورق العنب باللحمة هيعجبكم جدا. بعد كده رشيت رشة صغيرة كده فلفل اسود زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هناخدها تقلبتين كده. ده طبعا قبل ما نجهز خلطة المحشي ولا اي حاجة، دي اول حاجة عملناها، احنا لسه هنجهز خلطة المحشي دلوقتي مع بعض. بعد كده هنشتلها. رشة الفلفل الأسود على اللحمة في التشويحة دي ريحتها بجد يعني حاجة جامدة جدا. بعد كده هنزود بقى إما قطعة سمنة كمان أو شوية زيت، أنا هنزل بشوية زيت زي ما انتوا شايفين. بعد كده هننزل ببصلاية، بصلة واحدة بس أهي، مكان ما عملنا اللحمة كده في نفس الحلة، وهنشوحها تشويحة بسيطة كده. أنا طبعا مجهزة الصلصة اللي كنا مفرزينها مع بعض في فيديو قديم يا حلوين. ودي معلقة توم أنا كنت برضو مفرزاها لحاجة رمضان، هنزل لكم الفيديو إن شاء الله. بعد كده هنقلبهم كده تقلبتين مع بعض. بجد الثوم المفروم والبصل لما بيتشوحوا مع بعض الريحه تجنن. بعد كده بقى هننزل ببهاراتنا زي الثوم البودر والبابريكا والبصل البودر اللي احنا برضو كنا عاملينهم مع بعض يا حلوين في فيديو من تفريزات رمضان، وشويه كمون. حاولوا تحطوا البهارات بتاعتنا ما تكتروش، بكميات قليله كده عشان احنا في رمضان بقى، ورمضان كريم عليكم يا حلوين. تمام كده، ودول شوية شطة. وبعد كده هنقلب كله مع بعض بالبصلة بالثوم. لازم مهم جدا خطوة ان احنا نقلب البهارات كده ونديلها تقليبة على النار كده، بتطلع روايح بجد بتفرق. البهارات بتاعتنا لما بتتحمص على النار ولو دقايق كده بتبقى طعمها جميل جدا. بعد كده نزلنا بالصلصة زي ما انتوا شايفين. الصلصه دي حلوين اللي احنا كنا عاملينها في رمضان، وقلت لكم ان هي بناخد قطعه ونخففها ميه. انا اخد حوالي قطعتين صغيرين اهم ونزل عليهم بحوالي كوبايه ميه. وهنشوف دلوقتي ما شاء الله السبكه بقت جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. بجد ريحه الخلطه وهم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده يا حلوين هننزل بالرز بتاعنا، ده حوالي نص كيلو رز. رز مصري عادي جدا وسلته. بعد كده هننزل بالخضره بتاعتنا. هنعمل احلى طاجن ورق عنب
باللحمه. وزي ما قلت لكم كده مش لازم كميات كبيره، انتوا تقدروا تعملوا الصنف اللي نفسكم فيه وفي نفس الوقت بكميات قليله ومش هنكتر، وهنعمل اللي نفسنا فيه. بعد كده يا حلوين هنقلب كله مع بعضه كده تقلبتين كده على النار، لغايه ما نحس كده ان الرزايه ايه بدات تمسك في الصلصه كده عشان ما يفرطش مننا. وبعد كده خلاص، بعد كده بقى يا حلوين جبت القالب اهو زي ما انتوا شايفين. لو انتوا بتستخدموا القوارب دي او لسه جديد او لسه نفسك تستخدميه لاول مره، القارب ده يا حلوين قبل استخدامه لاول مره بتمليه ميه سخنه، بتركنيه حوالي مش اقل من 3 ساعات في ميه سخنه، وبعد كده تبداي تستخدميه وتدخليه الفرن. جبنا بصلايه قطعتها طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها رشه فلفل ورشه ملح، وبعد كده حطيتها في الطاجن زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها باللحمه بتاعتنا. تمام كده. بعد كده بقى هنبدأ نلف ورق العنب معانا. انا غاسله ورق العنب زي ما هو مربوط كده، نقعته شويه، وبعد كده زي ما قلت لكم نزلت عليه بميه سخنه، ولا سلقته ولا اي حاجه، هو يا دوب نزلت عليه ميه سخنه كده وقلبته ميه سخنه دقيقتين كده وخلاص. بعد كده بقى هنبدا بقى لما الخلطه بردت معايا شويه هديت، هنبدا بقى نلف المحشي. لف ورق العنب بالطريقه اللي انت تحبيها، هما طبعا اكتر من لفه وكل واحد بيلف بالطريقه اللي هو متعود عليها. انت حبيبتي اعملي بالطريقه اللي تعجبك. ورق العنب ده من بجد يعني من اهم المحشيات اللي انا بموت فيها جدا، بعشق الورق العنب بجد. مش لازم يحلوه لما نيجي نعمله نبعت نجيب بقى لحمه قد كده ونكلف نفسنا بأقل التكلفه، تعملوا احلى حاجه. بعد كده زي ما قلت لكم لفينا ورق العنب كله اهو. بعد كده هننزل بالعقد بتاعنا. العقد ده عباره عن ايه؟ عباره عن شوربه وفيها حوالي معلقتين 3 صلصه وشويه بقدونس كده من الخضره اللي كانت موجوده عندي، عشان بتدي طعم كده في المحشي، وبجد يعني جميله جدا. حاولوا كده تجربوا الوصفه الحلوه دي. بعد كده نزلنا كده ومش هنكتر طبعا لان الطاجن ده هيدخل الفرن. الطاجن ده ميزته جميله جدا ان هو بيوزع الحراره والاكل بيستوي من كل اتجاه. بعد كده قطعت حوالي ليمونتين 3 سلايد كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هتغطيه بصينيه بورق فويل باي حاجه وهندخله الفرن، وهنيجي في الاخر كده ونشوف. اللهم بارك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، وريحته جميله جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله. شوف بقى هنقلبه كده مع بعض، ريحته جميله جدا جدا. لو عجبكم الفيديو حلوين متنسوش تعملوا لي لايك عشان ترفعوا لي الفيديو حلوين. بسم الله. شايفين؟ يلا بقى نديله خبطة حلوة كده. بعد كده بقى ايه هنشوفه كده. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان الطاجن دوت قطعه لحمه والله اقل من نص كيلو، يعني حوالي ربع كيلو لحمه. ممكن تعمليها جنب صنف اكلات تانية وممكن تعمليه هو لوحده. بجد فطار جميل جدا وخفيف.